ده كان جزء من خطاب السيد رئيس مرسي بالأمس، ولكن يبدو أن الموقف الآن أمام الاتحادية اشتعل. احنا معانا تليفون الأستاذ عمرو علي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل من أمام قصر الاتحادية. أستاذ عمرو، ازاي سعادتك؟ اهلا، مساء الخير. قول لنا أو وصف لنا ما هو الوضع الآن أمام قصر الاتحادية. الوضع امام قصر الاتحاديه انه الحشود الشارع المرغني بكامله وصولا الى قصر الاتحاديه بعد ازاله الحواجز التي كان يضعها الحرس الجمهوري، والشباب الان يخطون بالقصر. حالة من الاستنفار ضد الرئيس مرسي وضد خطابه بالأمس الذي استهان فيه بمشاعر الثوار. لم يستجب لأي مطلب من مطالب الثوار المتواجدين أمام قصر الاتحادية. حالة من الغضب ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد ما حدث في مساء يوم الأربعاء، واللي غالبا هيتكرر اليوم، لأن هناك أنباء أكيدة عن أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بحشد أنصارها بعد أن قام الحرس الجمهوري بفتح المداخل في اتجاه بفتح الطرق أمام القصر أمام المتظاهرين. فيبدو أن نفس السيناريو سيتم تكراره في مشهد قد يكون دموي وقد يكون المعركة الأخيرة للإخوان المسلمين. طيب حضرتك، هو في حد دخل القصر من المتظاهرين؟ هناك بعض الشباب تسلق الباب، ولكنه لم يدخل داخل القصر لأنه لا نية أصلا لمهاجمة القصر. النية هي محاصرة القصر بشكل سلمي والتعبير عن الآراء والتعبير عن والهتاف بمطالب الثورة، والتي ارتفعت إلى المطالبة برحيل مرسي بعد تجاهله لمطالب الثوار على مدار العشرة أيام الماضية. طب هو المطالبة دلوقتي من المتظاهرين امام قصر الاتحاديه بالرحيل، ولا بالغاء الاعلان الدستوري، ولا هيبقى تسهيل اكتر من كده؟ المطالب المحدده والمعروفه هو التراجع عن الاعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على هذا الدستور، ولكن غضب الشباب الثوار المتظاهرين واحساسهم بتجاهل الرئيس لمطالبهم جعل الهتافات امام قصر الاتحاديه تنادي برحيل الرئيس مرسي. ولكن هذا المطلب لا زال تحت مظلة الظروف. ماذا ستسفر عنه الساعات القادمة؟ هل سيقوم الإخوان المسلمين بالتعدي على المتظاهرين للمرة الثانية وفي هذه الحالة سيسقط النظام إلى الأبد، أم سيتم الاستجابة للمطالب وفي هذه الحالة قد يتراجع الثوار عن فكرة رحيل الدكتور مرسي؟ الشباب الثوار المتواجدون هم من انتخبوا الرئيس مرسي، وانتخبوه لانه كان لديهم الشعور بانه كان شريك الثوره، ولكن وجدوا انقلاب على الثوره وعلى مطالب الثوره وتجاهل تام ومحاوله استرجاع الدوله العميقه، بل بالعكس مزايدات من الاخوان المسلمين على القوى الثوريه بانها تضع يدها في يد الفلول. فبالتالي لازلنا في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمه. طب الرئيس بالامس طرح مبادره للنقاش، انتوا خدتوها من انهي زاويه وليه رفض الحوار؟ الحوار يبدا من بعد وقف الاعلان الدستوري ووقف الدستور الاستفتاء، ولكن لا جدوى من حوار قائم على التفاوض حول بند من بنود الاعلان الدستوري وتجاهل كافه المطالب بشكل سافر. لا حوار. الحوار دائما يكون حول المطالب كاملة، ولكن الرئيس يطالب حوار حول مادة من مواد الإعلان الدستوري متجاهلا المطالب التي تنادي بإلغائه كاملة وبوقف الاستفتاء. فمن أين سنتحاور حول الدستور وفي نفس الوقت يبدأ الاستفتاء في المصريين في الخارج؟ هذا يعتبر استهانة بمسألة الحوار كمبدأ. طب وفي حالة يعني عدم الاستجابة وإصرار السيد الرئيس على أن الحوار أولا وبعد كده كل شيء مطروح، إيه التصعيد أو ما هي الرؤية المستقبلية للحركة أو لمجموعة المتظاهرين؟ ستظل الأزمة السياسية قائمة
لان الثوار لن يتراجعوا ان لم تتحقق مطالبهم. والان قصر الرئيس محاصر بشكل كامل، مما ارى انه يمنع مؤسسه الرئاسه من مزاوله عملها، وفي نفس الوقت تتمسك الرئيس كما تقول بمطالبه. اذا فالازمه لا زالت موجوده، وهي ازمه في تقديري لن تحل الا بقرار فوري من رئيس الجمهوريه. فاذا اصر رئيس الجمهوريه على عناده بالتالي فهو المسؤول عن استمرار الازمه بهذا الشكل. طب احنا بنشكر حضرتك ووجهة